كان ممكن في يوم عادي في البحر يحصل الاكشن ده. الغواصات الألمانية شافت هدف ضخم. ركز معايا يا صديقي، بكلمك في غواصات يعني حاجة تحت المية شافت هدف ضخم وعايزة تضربه. تضرب مين بقى؟ حاملة طائرات بريطانية. الكلام ده من الحرب العالمية التانية. الغواصة مستخبية ومحدش شايفها، واستنت اللحظة الصح وأطلقت توربيدات مباشرة في ثواني، والسفينة التانية غرقت بالكامل والبحر واقف يتفرج. بص، زمان في الوقت ده الغواصات كانت ضعيفة، كان لازم تطلع طول الوقت على السطح تشحن هواء وبطارياتها وتنزل تاني، وساعتها هي هدف هدية لأي حد فوق المية. وبعد الحرب العالمية التانية دخل عصر الطاقة النووية، وهنا بقى جه السؤال العبقري: ليه ما نخليش الغواصة تشتغل بالطاقة النووية؟ اسكت، ما هم مترصصين هم في البحر وعلى وضع استعداد. الغواصة النووية يا صديقي من أخطر القطع البحرية الحربية، بتشتغل بالطاقة النووية وتحمل الصواريخ النووية وتضربها من البحر. قدرة على التنقل المستمر مع كاتم صوتي يصعب اكتشافها، وتقدر تقعد مدة غوصة طويلة شهور وسنين، بتوصل ل10 سنين. طب أقول لك على تسليحها. الغواصات دي فيها عشرات الصواريخ البالستية النووية، فيها نوعيات صواريخ بتنقسم رؤوسها ل4 صواريخ مختلفة، والبحر واقف يتفرج، وخواص كتير تانية زي خاصية الردع. ابقى ابحث عنها. انا مش عايز اتكلم على الغواصه اكتر ما عايز اتكلم على ان بما انهم مترصصين يا حبايبي في البحر، طب لو حد اتجن وضرب فيهم نووي ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني من الاخر الغواصه كده على بعضها خطر ولا ايه الكلام؟ بص يا صديقي، الغواصات بتستخدم السونار عشان تشوف بيه تحت الميه، وده بيطلع صوت بيأثر على كل الحياه البحريه. ونرجع نسأل ليه بنشوف الحيتان الميته على الشواطئ؟ ولو حصل في الغواصات تسريب، وده نادر يعني، بس ساعتها مشكله، وممكن يحصل تلوث اشعاعي وكائنات كتير تتأثر على المدى البعيد، والبحر واقف يتفرج. ساعات يقول لك كده المنطقه مليانه اشعاع نووي ومحدش يقدر يقرب. من الاخر كده صديقي وبالبلدي، النووي هيعمل غربله في البحر، ثروه سمكيه كامله هتنفجر، غير التاثير الاشعاعي اللي في الباقي، تلوث كامل للميه وهتبقى غير صالحه بالمره. احنا بقى صديقي، هل لو احنا قعدنا كده اكلنا اكله كبيرة سي فود، أنا اللي عازمك يعني، وجالنا خبر بعد كده إن كل الأكل اللي إحنا كلناه ده مليان إشعاع نووي، قول لي بقى العمل هيبقى إيه؟